السلام عليكم ومرحبا بكم فيما كنتو في هذا الفيديو جديد على قناة صعد لايف. طرحتي واحد السؤال شحال هادي وطرحتيه اليوم وغطرحو غدا وبعد غدا، وكاين اللي تيطرح هذا السؤال حتى كيتحط امام امر الواقع، حتى كيبغي يشري شي تلفازه ولا شي تي في بوكس ولا شي لعيبه، عاد تيقول لك اشنا هو الفرق بين اندرويد تي في وجوجل تي في. هنا كما كان الحال كيتخربق ليه البروغرام كامل وما تعرف اش غادي ياخذ. وباش اننا نعرفوا هذه المساله ضروري اننا خصنا نعرفوا ليستوار ديال جوجل مع الاندرويد تي في. كنعرفوا على انه شركه جوجل بدات بمحرك بحث، من بعد بدات كتطور الفكره ديالها حتى ولات نظام تشغيل سميتو اندرويد اللي خرج سنه 2010 بالاعتماد على بنيه لينكس. وفي نفس هذاك التاريخ ديال 2010 كنعرفوا على انه كانوا التلفزيونات ديال ال سي دي هما اللي كانوا لاعبين في هذاك الوقت، وبالتالي فكرت الشركه على انها تخرج دي بوكس اوفيسيال باش انها تعطينا هذاك النظام اندرويد اللي كان ديك الساعات في بعض الهواتف تعطيه لينا في التلفازه. هذه الفكره هذه جابتها جوجل في واحد الوقت اللي هو غير مناسب، وبطبيعه الحال ما لقاتش الاقبال اللي كانت كتمنى، خصوصا السعر اللي كان مرتفع في هذيك الوقيته، الشيء اللي خلى الناس انهم ما يقبلوش على هاد لي برودوي. حتى لسنه 2014 وفي ظل منافسه ابل في هذا المجال اللي كانت محتكره من الدرجه الاولى، بخصوص انها كانت كتوفر الاجهزه ديال ابل تي في في الولايات المتحده الامريكيه. هنا الفكره اللي جات عند جوجل من الدرجه الاولى هي انها تفتعل لنا نظام تشغيل اندرويد تي في لاول مره، ولكن ماشي هي اللي غادي تولي المنتج في هذه الحاله، ولكن هي غتكون لنا مطور لهذاك النظام، وغادا تبيع ديك السيرتيفيكا او داك الليسانس للشركات اللي كيصنعوا الاجهزه، تلفزيونات، لي تي في بوكس، اي حاجه كتعتمد على الاي ار ام كما كان الحال كمعماريه في البروسيسور، غادي تعطاها هذاك الليسنس من طرف جوجل باش انها تعتمدوا في الجهاز ديالها، باش ان المنافسه هذه المره ما غتبقاش غير في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن المنافسه غادي تكون على المستوى العالمي، وجميع البلدان غادي يولي عندهم ديك الساعات نظام تشغيل التلفزيون ديالهم. وهنا عاد بدات كترسخ الفكره ديال انه راه ممكن التلفازه نحولوها لسمارت، بحيث انه بمجرد ما شركه جوجل كتعطي المصادقه لشي جهاز محدد بشكل رسمي، كيولي جميع المنتجات ديال جوجل اللي من بينها جيميل، جوجل ماب، وما نساوش جوجل بلاي، وما نساوش ايضا يوتيوب وغيرها من الخدمات ديال جوجل اللي هي سيرتيفي واللي كتعطيها لك بشكل مباشر مع نظام التشغيل، كتولي كما كان الحال الدعم ديالها مفتوح، اي انه ممكن تستافد منها بلا مشاكل. عكس ما اذا توقف الدعم ديالها، في هذه الحاله هذه ممكن هذيك التلفازه ولا هذاك الماتيريال ما يبقاش انه يستجب لهذوك الاوامر اللي هي قديمه، اللي ديجا بلوكاتها جوجل في الاصدارات القديمه كتحديث امني او ما شابه. هذه كما كنقولوا هي اللي كتكمل الاهميه ديال التحديثات ديال جوجل من خلال ديك السيرتيفيكا اللي كتعطيها لك في الجهاز ديالك. ولكن باش انها تعطيها لك خاصك تكون كتحترم مجموعه من الشروط، من بينها انه جوجل ملي غتعطيك الحزمه ديال التطبيقات ديالها، فبطبيعه الحال كاينين منصات او دي بلاتفورم اللي دايرين الثقه ديالهم في جوجل، اي انهم تيكونوا دايرين شراكات بحال نتفليكس ولا برايم فيديو ولا ديزني بلس، هادو تيكونوا دايرين شراكات مع جوجل، وبالتالي فهي كتقترح على هاد الشركات انه الا بغيتي انه حتى الدعم ديال هاد التطبيقات يولي عندك في التلفازه ديالك، خاصك تحترم مجموعه من الشروط، وابرزها انه هذيك الشاشه ديالك ولا هذيك التي في بوكس ولا اي حاجه خاص يكونوا فيها معايير تقنيه اللي كتحترم اولا الشروط ديال كما كنقولوا التدفق ديال البيانات، اللي ممكن انها تعتمد على الاتش اي في سي ولا الفول اتش دي ولا الفوركا. ثاني حاجه خصها تعتمد على نظام الاتش دي ار. رابع حاجه ولا خامس حاجه ولا شنو قلت لكم كاع في هذا الفيلم كامل، هو انه ديك الشاشه ديالك او هذاك الجهاز ديالك خاصو يكون مضبوط في الكاركتيرستيك تكنيك ديالو، سواء على مستوى البروسيسور كوحده معالجه ديال البيانات، او لا رام كوحده تخزين عشوائي لديك البيانات باش انه ما يتفريزاش لنا الجهاز، والمساحه ديال التخزين اللي بطبيعه الحال خاصها تكون متوافقه مع الشروط ديال التطبيقات اللي غادا تقترحها عليك شركه جوجل باش ان ذاك النظام يخدم بامن وبلا مشاكل. وهذه المساله هذه فإلا جينا نشوفوا مثلا شركات اللي هي كبيره بحال مثلا ال جي وسامسونج، فهما كيعتمدوا على انظمه التشغيل ديالهم هما مطورينها على حسب داكشي اللي هما بغاو بالليسنس ديالهم اللي هو
خاص بهاد الشركات، واللي ما يمكنش انك تلقاه في شي شركه اخرى الا اذا طالبات بالليسنس اوفيسيال من عند سامسونج ولا ال جي، او ممكن يقدروا ياخذوا هذاك النظام التشغيل ويطبخوه للجهاز ديالهم ويعطيوه لك انت على اساس راه هو تابع سامسونج، باش انك تقول وراه هذا هو النظام اللي كيخدم في سامسونج. هذا هو المشكل دابا اللي حاصل مع الاندرويد تي في، هو انه كاينين بعض الشركات اللي كيحصلوا على هذاك الاصدار ديال الاندرويد وكيطوروه لصالح واحد البراند اللي هي مثلا كيكونوا لي كاركتيرستيك تكنيك ديالها على قد الحال، باش انهم تيسوقوها في السوق على اساس راه نظام تشغيل اندرويد اللي ممكن انه تيكون اوبن سورس، كتانستالي فيه اي لعيبه، تدير فيه اي لعيبه. ولكن المساله اللي قلت لكم في الاول ديال انه التحديثات الامنيه اللي كتجي من طرف جوجل بصفه رسميه لهذوك التطبيقات الاساسيه ما غاديش تلقاهم من هنا لواحد عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين. علاش؟ لان هنا ملي كيتوقفوا لي كود سورس القدام، هنا الجهاز ما كتبقاش فيه واحد العمليه ديال الاستجابه اللي هي صحيحه، مما تيؤدي به انه ممكن انه تفريزا ولا يتبلوكا لك في البوت، او لانه في بعض الاحيان مثلا فيما تدخل شي لعيبه كتخرج سير بلاص. علاش؟ لان اصلا ذاك المطور ديال هذاك الجهاز ما حاولش انه يطورو، ولكن فكر انه يخرج واحد الاصدار جديد ديال جهاز جديد. يعني هذا هو المهم في المساله ديال السيرتيفيكا، ولا كما قلنا المصادقه ديال جوجل لي برودوي اللي تيكونوا كيحملوا الاسم ديال اندرويد تي في. دابا ملي عرفنا هذا الشيء كامل وفهمناه، هو دابا اجي نعرفوا الفرق بين الاندرويد تي في وجوجل تي في. الفرق الاول هو انه جوجل تي في فهو تعتمد على واجهه ديال الكروم اوس اللي تعتمدات اول مره سنه 2020 في الاجهزه ديال كروم كاست، اللي هي اعتمدات هذا النظام وهذه الواجهه بصفه حصريه وتجريبيه على هذه الاجهزه ديالها. الفرق الثاني هو انه الاندرويد تي في فهو تعتمد على واجهه الاندرويد عموما بالنظام وبالبنيه وبكل شيء، فهو ديال الاندرويد هو نظام كيتعتبر كلاسيكي تقليدي سهل الاستخدام وشائع في جميع الاجهزه اللي كاينه في الوقت الراهن اللي عندها سيرتيفي اوفيسيال، سواء في التي في بوكس ولا التلفزيونات ولا لي تي في ستيك. وهو نظام شائع انه بمجرد انك كتلمس التيليكوموند وكتبدا تخدم به فهو تيجيك ساهل بحال شريبه ديال الماء. اما جوجل تي في فهو تعتمد كما قلنا على الواجهه ديال الكروم اوس اللي هي طبيعه الحال النمط ديالها ديسكوفر، يعني شي حاجه اللي تفاعليه، يعني شي حاجه اللي كتمشي معاك، شي حاجه اللي كتسرح معاك، شي حاجه اللي هي كتبان لك من الوهله الاولى انها منظمه نقيه داكشي على حقه وطريقه، مقارنه مع الاندرويد تي في اللي غادي يبدا يبان لك على انه ولا واجهه عشوائيه. علاش؟ لانه تنعرفوا على انه اي حاجه كتصدر جديده في الاول تتبان لك في العين وفي النظره كل شيء زوين فيها، والحاجه اللي كانت قبل منها تتبان لك انها ديباسي شويه وما بقاتش مواكبه. والحاجه دابا اللي ممكن انها تميز جوجل تي في على الاندرويد تي في هو انها يعني طورات هذاك المساعد ديالها او ذاك المساعد الالي ولا الصوتي ولا الجوجل اسيستون، كذلك يعني طورات حتى من النمط ديال التحميل ديال التطبيقات. يعني ولا بامكان اي شخص غادي يستخدم هذه التلفازه انه غادي تيليشارجي التطبيقات اللي كتهمه هو فقط. وكذلك الجوجل تي في اعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي في انه يبدا يقرا الميول الشخصي ديالك، اي انه انت ملي غادي تدخل لهذيك الواجهه مثلا ديال هذاك التطبيق فمباشره القنوات اللي انت مابوني فيها والقنوات اللي ما مابونيش فيها عموما غادي يبدا يعطيك فيديوهات مقترحه. وملي تنتكلموا على فيديوهات مقترحه في هذه الحاله فغادي يعطيها لك بواحد الشكل اللي هو دقيق بواحد النسبه اللي هي كبيره، اي انه بمجرد انك غتدخل لهذيك الواجهه ممكن انك تدخل لهذاك الفيديو وممكن تقدر تشترك في هذيك القناه باش انك تتفرج فيه بشكل مباشر. وهذه الحاجه هذه اللي قلت لكم فماشي مثلا اي واحد من مالين الدار شد تيليكوموند غادي يدخل وغادي يتفرج معاك في داك الشيء انت اللي كتفرج فيه وهو داك الشيء اللي كيتفرج فيه غتفرج معاه فيه. بل هذه القضيه هذه اللي تعتمدات في هذا النظام التشغيل هي ديال انه كل واحد غادي يكون عنده واحد اليوزر او لا غيكون عنده واحد الحساب اللي غيخليه انه يدخل الواجهه ديالو في الجوجل تي في ويستمتع بهذاك الشيء اللي هو تيروقو. بحال مثلا الا قلنا دري صغير مثلا هو كيتفرج في الرسوم وما شابه، غادي يبقاو يطلعوا ليه غير التويشيات ديال الرسوم، التطبيقات اللي هو مثلا كيخدم بهم على اساس الرسوم. المهم ما غاديش يطلع ليه شي فيلم تفرجتي فيه انت ولا شي فيديو ولا هذا. يعني هذه انا بالنسبه ليا هذا النظام ديال الاندرويد او لا هذا جوجل تي في كنعتبرها مساله ايجابيه. بالمقابل ملي تنهضروا على الاندرويد تي في كواجهه استخدام
فما غاديش نقولوا انه واجهه استخدام تقليديه ولا قديمه ولا هذا، ولكن غير الا قارناها بهذا الشيء اللي قلت لكم قبل، الواجهه ديال اندرويد تي في هي فقط كتستخدم مره واحده. يعني مثلا اي واحد يقدر يشعل التلفازه، يدخل اندرويد تي في، غادي يلقى الشلاضه والمناضه ديال الفيديوهات. وما يعاب كذلك على هذه المساله هذه هي انه تعطيك الفيديوهات المقترحه بشكل اللي هو ماشي دقيق 100%، ولكن تيبقى يقدر لك على حسب الميول ديالك، ولكن غير القنوات اللي انت مشترك فيهم. يعني ما غاديش يطلع لك كلشي كفيديوهات مقترحه بحال جوجل تي في. يعني هنا فين كاين الفرق بين هاد الجوج ديال الانظمه. غير هو انا بشكل شخصي باش نكون معكم واضح في هذه النقطه هذه، فما تنشوفش انه كاين شي فرق بين الاندرويد تي في وجوجل تي في. علاش؟ لان اولا جوجل تي في والاندرويد تي في راه تيعطوك نفس الصلاحيات ديال استخدام التطبيقات، تحميل التطبيقات، مشاهده الفيديوهات، وداك الشيء كاع انت اللي بغيتيه راه ديسپونيبل سواء في الاندرويد تي في ولا في جوجل تي في. وبالتالي فالمساله اللي كتبقى كما قلت لكم الفيصل غير هي مساله التنظيم، اي ان جوجل تي في نقدروا نقولوا انه نظام منظم، والاندرويد تي في هو نظام عشوائي. يعني اللي غادي يقدر يتعامل معاه هو الشخص اللي تيعرف ليه 100% وما عندوش مشكل. والجوجل تي في اللي غادي يتعامل معاه كتخلي ليه كما كان الحال الحريه، وما غاديش تلقى مشكل في هذه الحاله هذه. وممكن انه حتى انك تحدد الصلاحيات ديال الحوايج اللي تبغيهم يبداو يطلعوا لك والحوايج اللي ما يبداوش يطلعوا لك. بالنسبه لنا حنا كثقافه ديالنا او كمجتمع بالتحديد، فاحنا ما عندناش مشكل من هذه الناحيه، حيت اللي تيهمنا هو انه يكون عندي نظام تشغيل كنانستالي فيه تطبيقات، كنانستالي فيه لعيبات تويشيات وكنخدم بهم، وخصهم يكونوا ديك الساعات متوافقين مع الجهاز فقط لا غير. غير هي تتبقى يعني المساله او المبدا، يعني المبدا ديال التجاره او التجار او الباعه او الماركتينغ او السوق عموما، هو انه غادي يبداو انهم يجعلوا لنا من هذه العلامه ديال جوجل تي في هي العلامه الاساسيه اللي غادي يشوفوها ملصقه على ظهر شي كارطونه، غادي يقول لك هذه هي احسن تلفازه في العالم اللي غادي نبيعها لكم بثمن الهوته. اما التلفزيونات اللي فيهم الاندرويد تي في ما ننصحكمش بهم، ولا لي تي في بوكس اللي فيهم اندرويد تي في سيرتيفي ما ننصحكمش بهم، وما ديروش وما تفعلوش. ولكن المنطق التقني اشنو كيقول؟ شركه جوجل براسها قالت هذه المساله هذه، انه جوجل تي في هو نظام تشغيل خصاته الشركه الاجهزه ديالها، يعني بحال القضيه ديال جوجل بيكسل يعني كتليفونات، يعني خصاته الاجهزه ديالها. ولكن قالت في نفس الوقت على انه هذا الاصدار هذا فهو نقدروا نعتبروه مستقبلا ماشي في الوقت الراهن نظام اساسي اللي غادي تعطى الليسنس او السيرتيفيكا ديالو لاجهزه اخرى اللي ممكن انها تحصل عليه في المستقبل، اي انه الاجهزه اللي غادا تصدر من بعد. اما المصير ديال الاندرويد تي في الى حدود هذه الساعه، الى حدود 2023، مازال باقي فالابل، مازال باقي ساري المفعول، ومازال باقي الشركات كينتجوا لنا اجهزه فيها الاندرويد تي في. وبالتالي فهنا ما يمكنش اننا غادي نقولوا ان الاندرويد تي في هو من الماضي، ولكن اللي نقدروا نقولوا على انه المستقبل ممكن انه يكون شي تحديث من الاندرويد تي في لجوجل تي في على الاجهزه اللي تصدرات مؤخرا، دا الا كانوا هاد الشركات هادو باغيين يستمروا في البيع ديال هاد المنتجات او يحصلوا على ليسنس جديده ديال جوجل تي في. لكن بالنسبه لنا في الوقت الراهن او الى حدود هاد الساعه اللي كنسجل معكم في هذا الفيديو، فما كنشوف شي فرق لا بين هذا النظام ولا بين هذا النظام. علاش؟ لانهم بجوجهم تابعين لشركه سميتها جوجل، وبجوجهم كما كان الحال فهما تحققوا لنا الغايه وتحققوا لنا هذا الهدف. وبالتالي هذاك السؤال ديال خويا واش الاندرويد تي في احسن من جوجل تي في ولا جوجل تي في احسن من الاندرويد تي في، هذا السؤال ما غاديش تطرحه من دابا، ولكن اللي غادي تجاوب عليه هو الا كنتي انت مقتنع في جوجل تي في غتاخذ لي ماتيريال جوجل تي في اللي بطبيعه الحال ما غاديش تلقاهم رخاص. بار كونتر لي ماتيريال اللي فيهم اندرويد تي في غادي تلقاهم اقتصاديين وطايحين شويه في الثمن، وممكن انك تستافد منه الا بغيتي. وهنا تتبقى كما كان الحال الحريه ديال الاختيار الفرد من الدرجه الاولى. ولكن راه الهدف من هذا الشيء كامل هو تشري جهاز اللي هو سيرتيفي، ماشي جهاز اللي هو رخيص وقال لك راه سيرتيفي كتجيبو للدار يومين 3 ايام 10 ايام تتلقى على انه ماشي سيرتيفي. اذا انا خصنا نكونوا ذكيين في الاختيار ديالنا. عجبكم الفيديو شي لايك شي سبسكرايب، وما تنساش شي كومونتير عطيني شي اضافه على هذا الموضوع. ولا استفدتي قول لي بالفعل انه راه هذه الفقره من كذا كذا راه استفدت منها، ولا ما استفدتيش ممكن تطرح السؤال ديالك على الفقره اللي ما استفدتيش منها ونجاوبك عليها ان شاء الله في شي فيديو اخر الا بغى الله. السلام عليكم.